قد ايه الستايل الهندي ستايل جميل، وقد ايه التراث بتاع كل بلد بيبقى احلى من اي حاجه تانية. انا بس عايزه اقول لكم على حاجه، ان كل موسم بيتغير شكل الموديلات، بتتجدد الافكار. وضيفتي النهارده من بدايه شغلها بتفاجئ كل اللي بيتابعوها بتصميمات جديده جدا، تصميمات حريمي ورجالي، موديلات شرقيه، موديلات عالميه، رسم يدوي، تصميمات طرح. هي حقيقي مصممه ازياء مميزه جدا. وضيفتي النهارده هي رانيا يوسف. رانيا مساء الخير عليكي، منورانا النهارده لاول مره في عسل ابيض. لا كمان منور بس حابه. ميرسي. يعني بصي يمكن احنا اول مره نتقابل في عسل ابيض، لكن دايما شغلك معروف بالنسبه لنا، دايما بنسمع عن شغلك، دايما بنسمع قد ايه موديلاتك متميزه جدا. ميرسي. انا عايزه بقى بمناسبه الموديلات المميزه دي، عايزه اعرف البدايه كانت ازاي؟ البدايه كانت ازاي؟ بصي، هو البدايه اصلا عشان انا بحب الرسم، فالبدايه دي كانت من وانا في ابتدائي مثلا، كنت بحب اعمل حاجات زي كده، فكانت بتلفت نظر الناس حواليا من تعليقاتهم. حسيت ان انا يعني عندي حاجه، ده انا موهوبه، ده انا ممكن اعمل حاجه، انا شاطره وكده. بعد كده يعني بعد ما درست واتخرجت واشتغلت في كاريري، انا كنت في البيزنس، مش لاقيه نفسي، يعني مش حاسه ان انا كده صح. فبصراحه سبت الدراسه والكلام ده، ركنتهم على جنب واشتغلت في حاجه ريليتد لكاريري. طبعا انت عارفه اول ستيب بتبقى يعني انت يعني خايفه يعني كده طبعا. فابتديت في السكارفز بتاعت يعني ابتديتي، نقدر نقول ابتديتي خطوه بخطوه. طبعا. اوكي. وانا بامن جدا بان الخطوه بخطوه، يعني لما بتبقي ماشيه ستيب باي ستيب ما بترجعيش بسهوله. طبعا ده اكيد. انما لما بتاخديها يعني قفزه واحده كده، لا ممكن يحصل معاكي دروب او كده. طبعا. بس ابتديت بالسكارفز، وبعد كده دخلت بقى على كانت الناس من حلاوه السكارف تقول لي طب انا عايزه نفس الموتيفه او الرسمه على اللبس، على الهدوم كمان. فقلت طب ليه لا اما نعمل لهم ده مع ده، سبيشالي ان انا ليا وجهه نظر شويه في اللبس يعني. ويعني حتى لو تابعتي الكولكشنز هتلاقي ايه، مره من الشرق ومره من الغرب ومره عاديه ومره. دايما موديلاتك كلها متميزه جدا، يعني مختلفه عن التغيير. ميرسي يا حبيبتي، ده كان لك ذوق. طب قولي، يعني انت ابتديتي بقى الاول مثلا في ورشه صغيره ولا من الاول مصنع؟ ابتديت في بيتي. ابتديتي في البيت؟ طبعا. اوكي. وبعدين لقيت العمليه ماما بقى هتطردني بقى والدنيا بقت زحمه. طب فخدت مكان صغير كده، لقيت الشغل بقى زياده، جبت بنت 2 3، يعني ابتدينا نزود البنات. بعد كده بقى الصنايعيه عشان المودلز والقصات والكاتس وكده. وبعدين بقى المكان يعني كبر شويه، وبعدين حصل لنا دروب السنه اللي فاتت والمكان كله طار. انفجر. وبعدين يا رب. والله. ورجعنا تاني، كملنا تاني. عارفه انت لما بتكوني حابه المكان، حابه الحاجه، ما بيهمكيش طبعا. يعني في مكان قد كده، في مكان قد كده ما بيهمكيش. المهم ان احنا مكملين ان شاء الله. الحمد لله. طيب انا بستأذنكم، هنطلع بس فاصل صغير ونرجع تاني ونشوف المشوار ابتدى ازاي. ورجعنا لكم بعد الفاصل، وعايزين نعرف بقى الخطوات دي اخذت منك وقت قد ايه يا رانيا؟ لا وقت كتير. احنا بقالنا دلوقتي حوالي، انا بقالي 17 سنه بشتغل في الموضوع ده. وعايزه اقول لك انهم جريوا، انا ما حسيتش بيهم عشان حابه اللي انت بتعمليه. عشان حابه اللي انا بعمله. يعني طبعا. ودايما بحس اني لسه بتعلم، ولسه يعني في حاجات تانية لسه الواحد ما يعرفهاش ولسه هيعرفها. ده اكيد. بس لا بس يعني نوعا ما ادعي ان انا ملمه بالبيزكس، يعني ممكن تقولي. هيبان بقى لما نشوف عرض الفيديو. مش كده؟ طيب ربنا يستر. ربنا يستر. قولي لي يا رانيا، كلميني اكتر عن المجموعه بقى الجديده. دلوقتي انا عملت في السيزون ده، يعني ده كده رابع كولكشن في الصيف ده. ده كتير. ما هو على فكره هو فعلا كتير ومش عادتي، بس هو بعد الانفجار فانا راجعه بقى عايزه اشتغل نازله بقى بكل قوتك. فكل واحد فيهم كان حاجه، لكن هتلاقي توتالي مصر، يعني ريف مصر، النوبه، مش عارف اسوان، الليله الكبيره، كنت عامله كولكشن عن الليله الكبيره، الحسين وشارع الازهر والمعز والحاجات دي. فانت هتلاقيني دايما رايحه الناحيه دي. يعني دايما هتلاقي كولكشن بيتكلم عن مصر. طيب احنا معانا دلوقتي
موديلز هنتفرج معاهم على الموديلات الجديده ونشوف بقى ايه الافكار اللي انت جايباها لنا. يلا بينا. يلا بينا. قولي لي، وبتستوحي الافكار دي بقى عاده من فين؟ من لما بتروحي الاماكن دي بتجيلك الفكره ولا بتكوني محضره لها من قبل؟ والله مش شرط اروح، ساعات بتفرج على حاجه، على يعني مكان مزار سياحي. بكون انا في الحسين، يعني انا بحب الحسين جدا، انا من عشاق المكان ده. جميل. فبحب اروح الحسين. طب ايه المباني بتاعتهم شكلها فظيع، الارض شكلها فظيع. طب موديل زي اللي احنا شايفينه ده استوحيتي فكرته من فين؟ مش هتلاقي حاجه واحده يا نهى يعني بالظبط، هو توتالي كده هتلاقي الكولكشن كله يعني في روح واحده. ده عارفه حسيته حاجه يعني اللي هي الدومي سيزون كده، احنا بنلعب في لا صيفي ولا شتوي، انا مدخله القطيفه مع شيفون. وده غريب شويه بس. انا مستغربه كمان الالوان، تركيبه الالوان هو يعني دي مش انا مشهوره بتركيب يعني. الالوان، بس انا بحب الالوان، انا عندي قناعه ان الالوان كلها بتليق على بعضها. صح. الديبانس، بس انت بتختاري انهي درجه مع انهي درجه في كل لون. وانا مقتنعه ان يعني كل لون فيه درجات كتير قوي. طبعا. يعني مش معنى ان انا بشرتي مثلا خمريه ان لا مش هينفع البس اوف وايت مثلا، لا، في الاوف وايت والكريم ده في منه درجات. الكافيه في منه درجات. الاحمر كذلك، وعلى فكره بتفرق. بس يعني بصي، انا الكافيه مع البطيخي اصلا، يعني لما بقول كده بيقولوا لي ايه العك يعني، بس انا شايفه ان هم ماتشنج. يعني لا هم ماتشنج طبعا جدا. منقيين درجه معينه في الكافيه ودرجه معينه في لا، والحقيقه انك انت برضو يعني مش مقصره في اي حاجه، يعني مزجه الخامات مع بعض، مزجه الوان مختلفه مع بعض، حتى الافكار كلها برضو. هي يعني البوينت ان انت ما تخافيش، يعني طبعا. انا ما بخافش. يعني احط اللون ده على اللون ده مع الجالون ده مع الشرشوبه دي، انا مش خايفه. عارفه لو خايفه بيطلع في حاجه مش تمام، بتطلع في حاجه غلط. انما طالما انت تمام واثقه في نفسك ومش خايفه خلاص بتطلع. لا وبعدين يعني بصي، هو اي نعم مثلا في الوان كتير وفي افكار كتيره، لكن سيمبل في الوقت نفسه. تمام. انا هو ده الحلو جدا في الموضوع، ان انا احط شغل كتير لكن ما يضايقش عينك وانتي بتتفرجي. يعني انتي تتفرجي عليه وتلاقيه سامبل وهادي، هو مليان ديتيلز بس بدون بس مش ما فيش حاجه زياده، ما فيش افواره زي ما بيقولوا خالص. لا انا ضد الحاجات دي خالص. وهي منتشره على فكره كتير. أيوة. يعني باي ذا واي. طب يعني كل بقى يعني بتجيلك افكار، يعني انت قلتي لي 4 كولكشنز في سيزون واحد، ده كتير قوي. كتير قوي. يعني ازاي قدرتي انك انت تجمعي افكار ل4 مجاميع في نفس الفصل؟ لا ولو شفتي كل واحد مختلف هتلاقي ملوش علاقه بالتاني. يعني في كان كولكشن زهور، بلاوزز كلها ورد وكل الاشكال بقى الورد. في كولكشن كان اسمه الليله الكبيره، كان بالباتش وورك، كنت برسم بس بقصاقيس القماش مش بالفرشه. ده برضو كان فظيع وكان متعب قوي بصراحه. اكيد طبعا الباتش وورك عموما شيء متعب جدا، لانك انت كفايه انك انت تجمعي القصاقيس وتشبكيهم في بعض، تطلعي منهم لا وبتطلعي شخصيه او شخصيه. انا بعمل شخصيه، الرقاصه بتاعت الليله الكبيره، الراجل اللي بالمزمار، يعني شخصيات بملامح بوش، فكان متعب قوي قوي. بس عارفه لما بتشوفي رياكشن الناس مش بتفرحي خلاص، يعني كل التعب ما نتعب، ايه المشكله. وكان في كولكشن كمان اسمه شارع المعز، كان عبايات، كان في رمضان برضو، كان لقى صدى جامد قوي. فيعني وده ان شاء الله يعني ده كده حاجه عشان عيد بقى وتفاريح، حاجه خفيفه يعني ما تقلتش قوي. يعني انت مثلا الكولكشن دي فكرتي في لبس العيد، يعني احنا نقدر نسمي الكولكشن دي لبس العيد؟ ممكن يعني عارفه، لانه كمان لا انا فكرت ان هو ولا صيف ولا شتاء، هو دومي سيزون. طب احنا معانا برضو بقيه الكولكشن دلوقتي، هنتفرج برضو على موديلات جديده. اوكي. من لبس العيد بقى. بصي يعني هو الكارديجنز دي بتساعدك اي حاجه انت جايباها طبعا. بادي تي شيرت على لاجن او جينز او وات ايفر، وهتلبسي ده خلاص بقينا في العيد يعني. صح.
خلاص. وعايزه اقول لك على حاجه، موضوع الكارديجنز ده كمان انا بشوف ان هو بيسهل قوي على الناس، انك انت مش لازم انك انت تجيبي طقم على بعضه جديد. بالظبط. يعني مش لازم، لان زي ما انت عارفه طبعا كل حاجه الاسعار بقت غاليه جدا، وكل حاجه غليت والخامات نفسها غليت. تمام. فمجرد انك انت تلبسي كارديجان بسيط زي ده، انت اعتمدتي على اللون الاحمر، على الدانتيل. يعني احنا هنا مزجنا اكتر من خامتين مع بعض، مع الجالون الحلو ده، مع الكوينز، مع الشراشيب، مع الحاجات دي خلاص كلها. انت لا محتاجه اكسسوري ولا محتاجه اوتفيت تحته ولا محتاجه ولا حاجه. هي شوز لاجن بادي او توب او كده بالظبط، خلاص خلص الموضوع. عملتي اللوك كلها. وبعدين زي ما قلتي قبل كده، يعني ممكن على كارديجان زي ده لو اتلبس مثلا على جينز بقينا سبور، لو اتلبس على ريميدي، لو على اسود بقينا بالليل. حتى مثلا لو واحده محجبه وعايزه تلبسه على سكيرت مثلا او حاجه، غيرت اللوك برضو. هو انا ما بحبوش على السكيرتس، بس اوكي. بس يعني في ناس مثلا بتفضل قصيره طبعا لطيفه. ما هو ميزه كمان الموديلات دي زي اللي هنشوفه كمان دلوقتي، انك ممكن تلبسيها على اي حاجه. يعني وميزته كمان يا نهى انه لو اللبسه مليانه بيداري. ما دي ميزه بقى مهمه جدا. ولو رفيعه بزياده بيديها فوليوم، بيديها صح. بيداري كل العيوب. كتير. هو ناجح يعني في مصر، ناجح قوي عشان كده على فكره. طبعا محجبه مش محجبه، مليانه مش مليانه. بالظبط، هو ده اللي انا عايزه اقوله. ان اي واحده ممكن تلبسه. حاجه زي مثلا اللي احنا شايفينها دي برضو نفس الحكايه، بس انا شايفه ان ده ممكن يصلح اكتر للمحجبه عشان موضوع الكمام. ولكن اي مثلا اي برضو ست محجبه كانت ممكن بشميز. خلاص حلت المشكله. انا بلبسهم كلهم بشميز زي الفل. بالظبط. انا ما بحبش البادي، انا لست من انصار البادي. انا زيك برضو، نيفر ايفر يعني ما بكرهه. انا زيك. انما الشميز لطيف جدا يعني. ايوه. هنا انا لاحظت ان الكمام قطيفه، فبرضو احنا دخلنا في مزج اكتر من خامه. بالظبط. والقطيفه ده بيديني ايحاء ان ايه الشتاء على دخول الابواب. يعني وانا حتى التاتش داخلين على ابواب الشتاء. بالظبط كده. بالظبط. وبعدين انا خدت بالي ان في برضو برنت كده على ده مش برنت، ده هاند ميد. ده هاند ميد. اوكي. ده انت اللي رسماه بايديكي؟ انا اللي رسماه بايديا. كل الرسومات. لا هو ده مش رسم، ده انا بقول لك دي حاجات لايت يعني. لسه ما دخلناش في التقيل يعني. لسه شويه. بتقعدي وقت قد ايه عشان تجهزي لكل مجموعه؟ كل مره؟ والله الدبانس على عدد القطع اولا، ثانيا على يعني عاده بتعملي كام قطعه في كل مجموعه؟ 10 12. ما بحبش اكتر. احسن. عشان كمان انت ما تتوهيش مني يعني. لا انت مش بس ان انا ما توهش منك، انا ما توهش منك، ما ملش منك، وفي الوقت نفسه دايما مستنيه الجديد. وبعدين انا دايما اقول لهم حتى يعني بالهزار، انا ما حدش يتوقعني. صح. يعني ما تستنوش انا هعمل ايه. طبعا. المره اللي فاتت كنا عبايات، المره دي هتلاقي دريسز كات. ما تستنينيش، ما تقوليليش انا متوقعه يعني. انا عارفه انت. لا، نو واي انك تتوقعيني. بلس ان عشان الناس ما تزهقش فعلا. طبعا. ما بحبش. وبعدين انا بعمل كل كولكشن بماتيريالين 3 مع بعض وخلاص. فمش عايزه ازود بقى، عشان الكولكشن اللي بعده هتلاقي ماتيريال تاني، كتان مثلا، ساتان، وات ايفر يعني. عشان يبقى فيه تغيير، لان العميله بتاعتي هتمل مني لو طول الوقت رسمت لها. اكيد. لو طول الوقت انا عامله لها شيفون هتمل. لو طول الوقت انا عامله لها شراشيب احنا برضو معانا موديل تاني جديد هنشوفه برضو، ونشوف ايه الاختلاف بقى. هنشوف. بس انت هتلاقي روح واحده مسيطره الشيفون. اكيد، لان انت اللي عامله الديزاين، مش عشان كده برضو. لا يا نهى، عارفه لما نتقابل المره الجايه هتقولي لي ايه ده مش انت. دعوه بالحاجات اللي فاتت. بس انا اقصد عشان الشيفون بيدي نفس الروح، وانا بحس الشيفون صيفي وشتوي. ما هي دي ميزه بقى زي الفل طبعا. هنا بقى هاند ميد بانشير اصلا موتيفه كده برضو، تحسي العين بتاعتنا بتاعت الريف. انا بقى رحت الارياف. عاجبني قوي تمسكك بالتراث جدا يعني. بطريقتي. اي حاجه انت حتى لمسه بسيطه بس بطريقتي يعني. وبعدين هنا انت برضو ماشيه مع الموضه. حلوه قوي على فكره، ما كنتش شايفاه من قدام. انا عاجبني كمان انك انت ماشيه على خطوط الموضه العالميه، انك انت عامله اللي هي الاكمام اللي بتبقى فيها الفتحه دي.
موضه قوي الكمام دي، مع كمان وايه يمنع ان احنا نبقى مواكبين الموضه بره، بس بطريقتنا احنا، باسلوبنا. برافو. بالظبط. يعني الموتيفه دي بتاعتي انا وانا فخوره بيها. ايه اللي الرسمه تجنن بجد. ميرسي يا حبيبتي. عجبني قوي انك انت رحتي الارياف واهتميتي بالشكل البيوت وبالستايل بتاعنا. جميل. على فكره احنا عندنا كنوز وحياه ربنا. طبعا. احنا عندنا الناس بتيجي هنا تتهبل بالمباني اللي احنا ما بنبصلهاش. انا ساكنه في الهرم، والهرم جنبي. اخر مره رحته من 20 سنه. كلنا الناس بتجيله من اخر الدنيا، واحنا عشان احنا متاكدين ان هو موجود ومستنينا. بالظبط. طيب معانا برضو موديل تانية، هنشوف برضو ايه وجه الاختلاف في الموديل اللي جاي. دي الملايه اللف بقى. انت عارفه الست اللي بملايه لف بتاعتنا. هو على فكره نفس الموديل، لكن انا بقى عايزه اوريكي ان الرسمه واللون بيغير الموديل، بيغير من الشكل تماما. يعني ده بلاك، الاولاني بلاك وده وايت، لكن بصي هتحسي ان ده قطعه وده قطعه، خصوصا صحيح. الرسمه مختلفه. صحيح. لما تلفلك بقى فيكتوريا هتشوفي الرسمه قد ايه مختلفه وحلوه. ابتديت اشوف اهو، شايفاها في المونيتور. وبرده ما استغنيتيش عن التراث بتاعنا. طبعا. وده اللي عاجبني في الموضوع. اهي الست اللي بالملايه اللف، الست بالملايه اللف مدياكي كتفها. انت عارفه الستات الجمال بتوعنا اللي بس ما بقيناش بنشوفهم خلاص. هنرجعهم. ما هو احنا بنحاول نخليهم يرجعوا تاني. أيوة. يعني عايزين الحاجات دي ترجع تاني. ولبسنا التراثي اصلا في زملاء كتير بتعمل لبس تراثي كتير قوي. واكتر يعني ممكن انا بدي تاتش، لكن في ناس تانية سبيشالي مركزه في الموضوع التراث والإتامين والحاجات دي. ايوه صح. انا بس بقول رايي يعني بطريقتي يعني. ايوه. طب بتشوفي ان التنوع اسهل ولا التركيز في اتجاه واحد؟ التنوع اصعب. يعني اصعب مش اسهل. لا طبعا. انت لما بتمسكي لاين واحد خلاص انت حفظتيه وعرفتي مداخله ومخارجه، عيوبه مميزاته. وخلي بالك الموضه بتلف، يعني بتلف وبترجع تاني، فانت ماسكه نفس اللاين ما عندكيش مشكله. اما انك تتنوعي وكل مره اللي قدامك ما يملش منك وما يزهقش من الفرجه على شغلك، هي دي صعبه. يعني انا بفضل اعصر في دماغي طب اعمل ايه؟ طب ايه يعني؟ طب احنا عملنا مثلا قطيفه، خلاص ما فيش قطيفه تاني دلوقتي خالص، ممكن نكررها كمان 3-4 سنين. طب انا عملت شيفونات، طب خلاص بقى ندخل على كتان او كده، او ستانات. تتكلمي في الماتيريال، لسه ما اتكلمتيش في الكات، لسه ما اتكلمتيش في الموديل، لسه ما اتكلمتيش في الرسم. طبعا فالموضوع متعب جدا. عايزه اقول لك احنا بس انت طالما حباه اكيد هتطلعي احسن حاجه في الدنيا. انا اللي مصبرني عليه ان انا حباه. هو اصلا متعب بجد يعني. بتلاقي صعوبه انك تلاقي الخامات دي؟ حاليا يعني حاليا في الفتره السنتين الاخرانيين والله بقى في صعوبه في كل حاجه نوعها. يعني ماتيريال، الالوان انا ساعات مش بكون لاقياها، عماله طبعا، عماله ده انت مصممه على موضوع العماله يعني. طب انا بحس ان دايما يعني معظم اللي بيجوا لي الاستوديو هنا بيشتكوا من موضوع العماله ده. في ايه بالظبط؟ يعني هل مثلا المواعيد، ولا مثلا ان هم ما بيتقنوش شغلهم، ولا ان هم عايزين رقابه عليهم، ولا ايه مشكلتك مع العماله؟ ولا ما بتلاقيهمش بسهوله؟ ما بتلاقيهمش بسهوله اولا. ثانيا يعني في ناس المفروض ان احنا بندفع فلوس عشان نتعلم. طبعا. فانت بتجيبي ناس وبتعلمي وبتدفعي فلوس ومش مبسوطين. طب احنا معانا موديل تاني برضو عايزين نشوفه. اصل العماله دي يعني مش عايزه اقول دي قصه تانيه، مش عايزه، عايزين برنامج لوحده. برضه شيفون في قطيفه لو انت شايفه. بس بصي كم شكل وكم روح. يعني بصي عملنا كام شكل وكم انا عاجبني كمان الكالر كومبينيشن اللي هي الالوان. انك انت حاطه الاسود مع الاورانج. يعني الاسود قد ايه خلى الاورانج كده يبقى لون ناطق، وهو اساسا طبعا لون جميل. هو الاورانج بس مع الاسود نطقه اكتر. كمان الاورانج انا بحسه من الالوان اللي هي يعني تاخدي بالك وانت رايحه ناحيتها. صح. لان ممكن تعملي معاه لون تاني يبوظ الدنيا، بلدي جدا. فانا دايما باخد يعني في الوان الاصفر، الاورنج، الاخضر اللي انا لابساه ده مثلا. الالوان دي لازم تكوني حذره وانت رايحه طبعا.
طيب انا هنا بقى شايفه انك انت رجعنا تاني برضو للقطيفه مع الشيفون. ورغم انك انت استعملتي الجالون ده المديني ايحاء ان كانها لابسه زي عبايه او جلابيه شويه، لكن برضو رسمت لها لازم عملت موتيفه ترد على اليدوي عليها. فمديها فعلا شكل حلو وجميل. هو انا بحب احشر الرسم، تقدري تقولي في اي حاجه، بس ما هو ده اللي بيميز موديلاتك. يعني انا بحب احشره في اي حاجه، بحسه بيدي قيمه للحته طبعا مهما كانت القطعه فيها شغل وبتاع، يعني او فيها جالون او لا، انا عايزه احط التاتش بتاعي بقى، يعني عارفه. يعني بصي هنا برضو ده منظر طبيعي. موديل زي ده بقى مثلا انا شايفه ان هو مناسب اكتر للي جسمهم متناسق ولا ايه؟ ولا ممكن برضو اي ده بونشو، والبونشو معروف انه زي كارديجنز كده. انا قلت يمكن عشان الخياطه اللي في الجنب. ما هي الخياطه دي يعني تقدري توسعيها او تضيقيها، بس بالعكس يعني عارفه لو سيده حامل تمام قوي قوي ولا حد هياخد باله. صحيح. ولو في ديفوهات بقى، في بطن شويه، في ارداف شويه، لا بيداري وممكن يطول. يعني ممكن تتحكمي في الموديل زي ما طبعا. طبعا. ما دي ميزه برضه. بالعكس انا بحسه ان هو برضه زي الكارديجان كده، بيداري الدنيا وبيدي فوليوم وهنا البيت البسيط اللي جنبيه الشجر والريف. حلو قوي قوي قوي. ربنا يخليكي، ميرسي، جميله. طيب قولي لي، نرجع تاني. قولي لي بس نجحت في الامتحان ولا عشان كنت بتقولي لما نشوف. شفتي؟ شفت. تقدري تقولي انك حققتي كل احلامك؟ ده لا طبعا. لا طبعا. وانس ان اي حد بيقول كده يبقى خلاص يروح بقى وينام في بيته. طب ايه الخطوه الجايه اللي بتحضري لها؟ بحضر لكولكشن الشتاء ان شاء الله، عامله له فيجن كده في دماغي مختلف. ما اعرفش يعني ممكن يكون الناس هتستقبله ازاي، بس انا احب الواحد لما يبقى حاسس انه عايز يطلع حاجه يطلعها. احنا كتير، فنوعها هيعجبها، فلانه مش هيعجبها، اوكي، المهم انا اطلع. هي الدنيا كلها اذواق. بس اصل في ناس تقول لك لا اصل الناس عايزه كذا، لا انا مش دعوه بالناس عايزه كذا، انا دوري ان انا اوري الناس حاجه تانية وثالثه. يمكن الناس عايزه ده عشان ما تعرفش غيره، فانا دوري ان انا اطلع لهم غيره ويختاروا. طبعا. فبس انا مش هقول لك يعني هخليها سر، لا انت هتيجي توريه لنا المره الجايه ان شاء الله باذن الله. بس يعني هيبقى حاجه ان شاء الله مختلفه خالص باذن الله. اكيد هتبقى حاجه حلوه كده زي بقيه حاجتك. ميرسي، نورتينا النهارده في عسل ابيض. انا بشكرك جدا على وجودك معانا. ميرسي، شكرا. نسيبكم مع تقرير عن اليوجا مع رنا عرفه، وهرجع لكم تاني مع عبير فؤاد. استنوني.